السلام عليكم ورحمة الله، اخواتي وحبايبي. تعالى نتكلم شوية في الكورة. تعالى نتكلم في ماتش الاهلي والزمالك بكرة ان شاء الله. وقبل ما نتكلم في ماتش الاهلي والزمالك، تعالى اكلمك شوية على عقد تراب. عقد تراب اللي عامل صداع لإدارة الأهلي وجمهور الأهلي وإعلام الدنيا كله عامل قلق. نتكلم كلمتين فيه بس كده على السريع. بص يا صاحبي، هي في أخبار كتير عمالة تقول لك إن ياسين منصور وسيد حفيظ اجتمعوا مع ياسين تراب عشان يتفقوا معاه على إن هو ياخد 7 شهور ويفسخ العقد. عايز اقول لك ان الراجل ده مش هيفسخ العقد، والراجل ده مش هيمشي غير ما ياخد الشرط الجزائي. لو انت عاوز تمشيه هتديله الشرط الجزائي، لان هو عمره ما هيحل عن ال6 مليون دولار. لان بالنسبه له هو عشان يمشي قبل نهايه الموسم ب3 ماتشات وهو بيدرب فرقه عربيه وبيدرب فريق عامه زي الاهلي المصري، ده هيبقى مشكله في السي في بتاعه بعد كده لما يجي يدرب في اوروبا. لأن انديه كتير هتتردد انها تتعاقد معاه مع مدرب راح لفريق زي الاهلي المصري وفسخ عقده معاه. يعني هو اتعاقد معاه نص موسم وقبل نص موسم ما يخلص فسخ عقده. فالراجل ده عنده مشكله كبيره قوي في السي في بتاعه كده. فهو هيقعد شويه حلوين قبل ما يعرف يدرب تاني، وخصوصا في اوروبا يعني. فهو بالنسبه له دلوقتي اللي هو لا، ما انا مش همشي كده. هتمشيني كده اديني 6 مليون دولار. ان هو هقعد بقى بيهم شويه حلوين كده، ايه، استجم فاهمني، لحد ما ايه ربنا يكرمني ان شاء الله بايه، بنادي تاني. فاي اخبار تقول لك ان هو بقى بيدور على حل معاه وان هم بيتكلموا مع الشركه بتاعته وياسين منصور. هو مش هيحل غير ب6 مليون دولار عشان نقفل القصه دي خالص. وان هو مش هيمشي، وهو كده كده خرب مالطا يعني. هو طلعك من افريقيا وخسرك كاس مصر وكاس الرابطه والدوري راح. هو هتكون مفكرش ان الدوري راح. الدوري راح بالفرقه اللي احنا فيها دي. هو الدوري راح يا صاحبي. اللعيبه اللي موجوده اللي هي اشباه لعيبه رجال الاعمال اللي عندنا بيلعبوا في الملعب دول، مفيش دوري. احنا ربنا يكرمنا بس ونعرف نخش افريقيا تاني السنه دي، عشان هيبقى شكلنا وحش قوي لو رحنا الكونفدراليه. فربنا يسترها يعني ونكمل ان شاء الله على خير. تعال اكلمك بقى ان الزمالك معاه فرصه ذهبيه. الزمالك بكره معاه فرصه من دهب مش هتعوض تاني، ما بتجيش كتير. الاهلي واقع مستوى في الضياع. لعيبه اشباه لعيبه، كل حاجه رايحه في داهيه. بالنسبه لفريق الكوره، فرقه ما في الضياع خالص. مفيش مستوى فني، مفيش مدرب اصلا. اوعى تفتكر ان الترب ده مدرب. هو احنا بنلعب من غير مدرب. غير طبعا اللي احنا بنشوفه من بعض اللاعبين اللي متكبرين على اللعب ومتكبرين على النادي الاهلي، واللعيبه اللي مستواها نازل زي ديانج وبن شرقي وزيزو وعد. عاوز تعد عد، ما عندكش خط دفاع. مصطفى شوبير حتى الناس كلها كانت بتقول عليه وتقول ان هو هيبقى بوم طخ نوير التاني في الاهلي. من ساعه ما الشناوي قعد وهو بقى الحارس الاساسي وهو في الضياع 9 تجوان في 4 ماتشات ولا 5 ماتشات، يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. ما تفهمش ايه اللي حصل للفريق. حتى مصطفى شوبير اللي كل الناس كلها بتقول لك بقى يعرف يلعب الكوره برجله ويعني مستواه عالي وفي التوب فورم بتاعه، في الضياع. كور سهله جدا بتخش جوان. وحتى لو جيت تبص في ماتش بيراميدز، الجون الاولاني انا حامل مصطفى شوبير 90% منه. سيبك من ان هي غلطه الدفاع، الكوره سهله تتجاب لاي حارس مرمى مركز تتجاب. فدي فرصه من ذهب للزمالك، لو ما استغلهاش هيزعل وهيجيب ناس تزعل. بس انا اظن ان المره دي الزمالك هيستغلها، لان هو قافل على نفسه كويس ومركز. احنا دايما بنطلع على قفا الزمالك، يعني دايما بنطلع على وشه. زي الدور الاول كده برضه كنا احنا ضايعين ورايحين وبيراميدز مدينا 2 ورحنا للزمالك، رجعنا للمنافسه تاني. بس ما اعتقدش ان مفيش وقت للمنافسه، مفيش مجال اللي باقي ماتشين ثلاثه. فمش هنلحق يعني. يعني ممكن نلحق افريقيا بس ما نلحقش اكتر من كده. بس سيبك من كل ده، هي فرصه ذهبيه للزمالك في كل الاحوال. تعال اقول لك برضك ان عودة الشناوي عودة مهمة جدا. الشناوي مهما كان يا جماعة نختلف أو نتفق، هو قائد للفريق. هو كابتن الفريق جوه الملعب. هو روح للفريق، هو روح للدفاع. مهما كان هو قائد. ودينا شفنا مصطفى شوبير لما قلنا مصطفى شوبير يقف والدنيا كلها وقفت معاه والدنيا كلها سندته والاعلام كله كان واقف في ظهره. ده المستوى اللي ظهر بيه. فانا من هنا برضك عايز اقول لك انا بعتذر للشناوي، لان احنا كلنا هاجمنا الشناوي وكلنا قعدنا يعني
نسخف عليه بكتير، ومدي ايدك وايدك مقطوعة وايدك مش عارف ايه، وايدك طويلة ولا ايدك قصيرة وفي الاخر مصطفى شوبير ورانا المستوى اللي احنا كلنا حزننا عليه. فانا بالنسبة لي عودة الشناوي عودة مهمة، واتمنى ان هو يقف بكرة. مهم ان هو يقف بكرة، الفريق محتاجه كقائد قبل ما يكون حارس مرمى. تعال برضك اكلمك على ايه بقى، عن ان الاهلي بقى مادة دسمة قوي في الاعلام. يعني تيجي تفتح اي قناه بتاعت كوره فيها برنامج بيتكلم عن الكوره، تلاقيهم كلهم بيتكلموا عن الاهلي وعن الاداره وعن الفشل وعن كل حاجه. اللي مزعلني ان كله بيقطع في الاهلي. هو الاهلي وحش، ما عنديش مشكله، والناس تنتقد، برضك ما عنديش مشكله وانا بنتقد الاهلي وبتكلم عليه. بس في ناس بتتطاول في الانتقاد، في ناس واخداه ماده. ف انا نفسي الاهلي يطلع من كابوته عشان الناس دي كلها تخلص، بس مش اكتر من كده. وعايز اقول لك في الاول وفي الاخر، انا هفضل اشجع الاهلي. يعني مش عشان خاطر الاهلي في كبوه، او عشان خاطر الاهلي واقع او مستواه وحش، او شويه اشباه لاعبين رجال اعمال بيلعبوا في الملعب مضيعين هيبه التيشيرت ومضيعين روح الاهلي. انا مش هبطل اشجع الاهلي، انا طول عمري هفضل اشجع الاهلي، وطول عمري في ظهر الاهلي. والنادي الاهلي هو حياتنا، هو روحنا، هو الكوره بالنسبه لنا، هو النفس اللي بنتنفسه. واحنا ياما شفنا قبل كده، ياما بنقع بس نرجع نقوم تاني. خدنا 5 من سان داونز لو تفتكروا، رجعنا خدنا افريقيا بالدوري، خدنا بص، كان اليابس والاخضر، ما سبناش. 5 سنين نهائي افريقيا، 4 منهم الكاس عندنا، ومره كلنا عارفين اللي حصل فيها في المغرب وازاي خدوا مننا الكاس. فانت بتتكلم في 5 سنين انت بتلعب النهائي من بعد 5-0 من صن داونز. فالاهلي مش الفريق اللي بيقع مثلا، هو زي ما بتقول كل حصان ليه كبوه. فهي تخبطات في الاداره، على صفقات مضروبه، على تخبط في كل حاجه. يعني انت لو تيجي تبص من الاهلي هتلاقي تخبط في كل حاجه، مش اداري بس، تخبط في كل حاجه. فاحنا في دار الاهلي، الاهلي جاي، الاهلي هيرجع تاني يقف على رجله. لكل حصان كبوه، ياما مرت علينا ظروف اسوأ من كده. احنا كل اللي مزعلنا ان الروح بس اللي مش موجود. احنا نخسر عادي، ما كل الفرق بتخسر، مش هتاني ياخد الدوري كل سنه، مش هتاني ياخد افريقيا كل سنه. بس اللي مزعلني وحاسس فيا قوي اني مش لاقي روح الاهلي، مش لاقي الروح اللي بتلعب لاخر نفس، اللي بتحاول. ما شفتش الاهلي قبل كده مستسلم، ده اللي مزعلني. ان اللعيبه دي موصلين مستسلمين. تحس ان هو امر واقع بالنسبه لهم، او تحس ان هم ما تعرفش، هم مش ولاد الاهلي، مش متربيين في الاهلي. واللعيبه اللي هي كانت شاربه الاهلي ومتربيه في الاهلي ومعاها روح الاهلي مشيت. ما ده اللي يحزن بس. فان شاء الله بكره ماتش الاهلي والزمالك، طبعا طبعا اتمنى فوز الاهلي، وان شاء الله الاهلي يقدر يفوز، واللعيبه دي تفوق لنفسها وتعرف معنى التيشيرت اللي هي لابساه. وباذن الله باذن الله الاهلي يرجع تاني على المنصات ويتوج تاني بالبطولات، واحنا في ظهر الاهلي وهنتنيها في ظهر الاهلي. اخواتي وحبايبي، اشوفكم بكره ان شاء الله بعد ماتش الاهلي والزمالك. السلام عليكم.